يا عم دع الملك للمالك. هو مين اللي قسم موزع الأرزاق؟ انت شايف الظاهر. طب خش كده في حياته، ممكن تلاقيه ما بينامش الليل، عنده مسؤولية، عنده عمال، ممكن يكون عنده مرض محدش يعرفه، ممكن ما يعرفش ياكل الأكل البسيطة اللي انت زعلان عليها دي، وارد. الغني ده انت بصيت بس لتجارته، بصيت لمظهره الخارجي، لكن خش كده وتوغل في حياته. والله العظيم الله تبارك وتعالى عدل، وما ربك بظلام للعبيد. هي اسم متقسمة بس ليها معادلة حسابية. واحد معاه مال وممكن ما يكونش معاه زوجة بسطاس، كل يوم بينام متنكد عليه. صدقني لو جربت اقسم بالله لا تقول الزوجة الصالحة افضل من ملايين الجنيهات. ورب الكعبة في بعض من الرجال بيناموا كل يوم ودمعتهم على خدهم من النكد، من التعب، من الهم. فانت ما تبصش ان المال فيه السعادة، لا. واحد معاه مال وما فيه الصحة، عنده فشل كلوي بيغسل، ولا عنده الكبد، ولا عنده المعدة بتاعته الكولون، اي اكله من اللي انت بتعرفش ياكلها، بياكل كل اكله مسلوق. يبقى المال احسن ولا الصحه؟ تعرف ان ادنى درجات الرزق هو المال. المال ده اقل شيء في الرزق، واعلى درجات الرزق الصحه. عارف ان انت تقضي حاجتك بايدك كده، اقسم بالله بالدنيا وما فيها. ابهاتنا والناس الكبيره دايما بيدعي يقولك يا رب يا رب انا اموت وانا بصحتي. انت مش عارف يعني ايه الدعوه دي معناتها ايه. عارف يعني ايه؟ لان الناس الكبيره لما بتكبر في ناس لازم حد يشيلها عشان يدخلها يقضي حاجتها، لازم حد يغسلها. انت مش هتعرف كثره النفس لما تبقى لا حول بك ولا قوه، وابنك، شوف حتى لو ابنك اعز الناس اليك، حتى لو زوجتك هي اللي بتقلعك عشان تشطفك، اقسم بالله تعب، كثرة نفس. لكن انت اللي تخش تقضي حاجتك بنفسك، تعرف تأكل نفسك، تعرف تهرش لنفسك. والله العظيم في ناس معاها مليارات، القصة دي ونختم بيها، ونفسه بس في صحة. الراجل ده ملياردير، عنده شركات وعقارات وأموال في البنوك، وما عندوش غير ولد وبنت. الولد سافر بره عايز يشق طريقه مع نفسه، ما يعتمدش الا على نفسه، مش عايز يعتمد على والده. والبنت اتجوزت هو وزوجته، ومعاه السواق بقى الخاص بتاعه. في يوم طالعين رحله، السياره انقلبت، الراجل زوجته ماتت في الحادث، والراجل اصيب بشلل كامل من اثر الحادث. اللي خرج من الحادثه دي سليم السواق كان ابن حلال وطيب وعنده وفاء. فرغ وقته بقى لخدمة الراجل ده اللي بقى أصبح قاعد الفراش، ما بيقدرش يتحرك، شلل رباعي كامل، ما بيعرفش يتحرك. بقى هو اللي يأكله، وهو اللي يشربه، وهو اللي يغسله، وهو اللي بيعطيله الدواء. ما توحد رب الأرض والسماء. معاه مليارات، مع ايه؟ مليارات، ونايم على السرير لا حول به ولا قوة. الراجل استدعى احد الدعاة يقعد معاه شوية كده، يديله كلمتين يعني يهدوا اعصابه. بلاء شديد. يقول له يا عم الشيخ، السواق ده الله يبارك له طول النهار تعبان معايا، ما بين اكل وشرب، وعايز يقضي حاجتي ويعطيني الدواء، فبيجي بالليل بينام، ببقى قاعد لوحدي. باجي كده بالليل، ربنا يعفو عنكم من قرحة الفراش، بيعمل قرحة في الظهر ما بيعرفش يتقلب. بيقول باجي بالليل ببقى نفسي احك في ظهري يهرش، يعني مش عارف، ايده ما فيش شلل. يبكي
ويرفع بصره إلى السماء ويقول يا رب، يا رب خد مالي كله واديني بس ايد عشان اعرف احك بيها في ظهري. الملايين والمليارات اللي معاه في البنوك مش عايزها يا رب، بس عايز ايد بس كده اعرف احك بيها في ظهري. هرشة بمليارات. طب انت حمدت ربنا كم مرة على نعمة الصحة؟